بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين؟ بصوا بقى يا حبايب قلبي، على رأي المثل، معانا هناكل وهنعمل أحلى أكل وهنعيش، وما معناش برضو هناكل وهنعمل أحلى أكل وهنعيش. على قد لحافك مد رجليك، على رأي المثل اللي قبلنا قالوا ايه الشاطرة تغزل برجل الحمار. واحنا النهارده يا ولاد هنقضي على قد ظروفنا وعلى قد امكانياتنا، وهنعمل احلى اكله لولادنا علشان يتبسطوا ويفرحوا كده وما يحسوش باي تأثير مننا. جوزك اداكي 50 جنيه، هنعمل النهارده اكل ب50 جنيه ولا تزعلي. وعلى رأي البت فريدة بنتي لما دقت الفراخ الحلوة دي بتقول يا ماما ايه السر بتاع الفراخ النهارده الجميلة دي، تحفة. قلت لها من هي يعني ما بتاكلش فراخ ولحمة، فالنهارده عجبتها قوي 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 الفراخ، فقلت لها اسكتي ده انا عاملاها بخلطة الباربيكيو. وضحكت عليها طبعا، ولا انا عاملاها بخلطة الباربيكيو ولا حاجة. تعالوا بقى نصلي على النبي ونسمي بالله ونصلي على الحبيب. وتعالي اقول لك انا عملت الفراخ الحلوة دي بالخلطة الجميلة دي ازاي، وب50 جنيه بس يا ولاد، والله ب50 جنيه بس يا بلاش. بس بشرط قبل ما تمدي ايدك في اي حاجة ولا تقفي تعملي اكل، لازم تشطبي مطبخك وتروقيه وتصبني المواعين وتصبني البوتاجاز. اهم حاجة تغسلي البوتاجاز بتاعك. انا عن نفسي كل يوم لما بغسل المواعين تشوفين الحوض جنب البوتاجاز، فباخد المواعين وباخد البوتاجاز معايا، لان انا مطبخي صغير. لو وقفت اعمل اكل وفي كركبه حواليا وفي مواعين ببقى بصراحه متعصبه ومزاجي مش رايق. فاهم حاجه انت بقى تعملي ايه كده اول ما تصحي من النوم؟ تشربي كوبايه النسكافيه بتاعتك او القهوه او الشاي بلبن، ايا كان انت بقى متعوده بتشربي ايه. المهم ان انت تظبطي الطاسه وتقفي كده مزاجك عالي وعلى العالي. هو الانسان مننا ايه غير شويه حاجات فوق بعضها. المهم، وكوبايه نسكافيه. المهم يا ولاد، النهارده توفير التوفير و شغل بقى ايه الناس الناصحه المدقرمين اللي هم بيعرفوا يلموا كده دنيتهم ب50 جنيه، وما يزعلوش منهم اجوازتهم ولا يعكننوا على بعض ولا اي حاجه. النهارده جوزك اداكي 50 جنيه، لازم تتصرفي وتعملي منها احلى حاجه لولادك. بص انا بوريكم ان انا جايبه النهارده هياكل وجايبه ملوخيه. النهارده الاكله بتاعتنا هياكل وملوخيه، بس هنطلع من الهياكل اجزاء نعمل منها شوربه، وهنطلع منها حاجات نعمل منها صينيه علشان ندخلها الفرن. تمام. انا بمسك الهياكل بتاعتي بنضفها، بشيل منها الحته الاخرانيه ديت اللي هي الضفر الاخراني كده، ما بحبوش بنزعه خالص، بشيله. زي ما انت شايفه كده الجناح معايا محمل بسم الله ما شاء الله. خليكي ناصحه، خليكي ناصحه ومدقرمه. انت لما تروحي تجيبي هياكل ما تجيبيهاش بتاع هياكل فراخ مسلوعه، لا هاتي كده الهياكل بتاعت الفراخ الكبيره اللي هي الديوك الكبيرة قوي اللي هي بتبقى محملة لحم. هتلاقي الجناح بتاعها محمل وكأن معاكي كده ورك فرخة مش جناح. بصوا بقى كمان تكاية مهمة جدا جدا عشان الزفارة بتاعت الفراخ ما تبانش معاكي نهائي. ولا تحطي خل ولا تحطي دقيق، لان الخل بيهري الفراخ. تحطي ايه؟ تعملي زي كده وتخليكي شاطرة كده زي وناصحة كده. القشر الليمون اوعي ترميه، اوعي 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 ترمي قشر الليمون في الزبالة، لا مؤاخذة. يعني قشر الليمون ده كنز بمعنى كلمة كنز، بيشيل الزفارة وفي نفس الوقت ما بيهريش معاكي الفراخ. طيب بتحوشيه وتحطيه في برطمان وتنقعيه، تسيبيه بقى في المطبخ جنبيكي على الرخامة يوم يومين ما تقلقيش. لو زاد عن يومين حطيه في التلاجة. هتاخديه اولا ممكن تضيفيه على صابون المواعين، بيخلي الالمونيا تبرق والكوبايات تبقى كده بتزيق كده من النظافه. هتغسلي فراخ تحطيه تنقعي بيه الفراخ. هتغسلي سمك تحطيه وبتنقعي بيه السمك، يعني تنقعي الفراخ كده 10 دقايق كده بمية الليمون دي. منقوع الليمون. منقوع القشر الليمون ده تحفه يا ولاد، مش قادره اقول لكم، ما بستغناش عنه ابدا ابدا ابدا. طول عمري ماشية على كده. القشر مثلا عصرت الليمون على بتنجان، عصرته على فول، عصرت على مش عارف ايه، عصرت ليمون على اي حاجة، باخد القشر بشيله بنقعه في برطمان زي ما انتوا شفتوا كده،
وبغسل بيه الفراخ، بيخلي ريحتها تحفة، مفيش اي ريحة زفارة، مفيش اي حاجة، وما بيهريش كمان اللحم بتاع الفرخ. خلاص. تعالوا بقى كده بصوا، بسم الله ما شاء الله. النهاردة الايام دي الموسم بتاع الملوخية. كل حاجة بيبقى ليها موسم، احنا دلوقتي في موسم الملوخية، فاستغلي الموسم بتاعها وهاتيها على طول لولادك، لان فيها نسبة حديد عالية قوي. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين مزهرة ومرعرعة وخضرة وتحفة بصراحة. وبتبقى رخيصة جدا في الصيف، سبحان الله. حلاوتها في الصيف، وبتبقى رخيصة جدا في الصيف. في الشتاء بتبقى غالية شوية وما بتبقاش حلوة زي بتاعة الصيف. في الصيف بتبقى، في الشتاء بتبقى مثلا الكيلو ب30 ب40 ب50، انما في الصيف بتبقى الحزمتين ب5 جنيه زي ما انا جبتها النهارده كده، وبتبقى مرعرعة وخضرة وجميلة. تعالوا بقى نعمل الشوربة بتاعتنا النهاردة. هنعمل شوربة من ايه؟ من الزويرة بتاعت الفراخ. دي انا طلعت الزويرة لوحديها والجنيحة لوحديها. الزويرة هدخلها هعمل بيها شوربة دسمة جدا وحلوة جدا. هتطلع لي شوربة دسمة قوي 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 حلوة ما شاء الله. هتعمل لي احلى طبق ملوخية. ونحط بقى ايه؟ يا ريت بقى نحط جزرايه، بصلايه، شويه التوابل بتوعنا. طيب تعالوا بقى ايه للاجنحه ونشوف هنعمل منها ايه. والله بصوا الاجنحه بسم الله ما شاء الله، انا بشيل زي ما قلت لكم الطرف الاخراني ده اللي هو الضفر الاخراني ده، عشان يبقى معايا ايه شكله كده ظريف وجميل، ما احسش ان هو جناح، يعني احس ان هو ورك فرخه كده. واحط عليه بشرين بصلايه وبشرين قرنين فلفل وشويه ملح وشويه فلفل وشويه توابل. وممكن نحط كمان فص توم نبشره، ومعلقه خل او ليمون، و3 معالق صلصه. 3 معالق ايه صلصه، ما نحطش طماطم وما نحطش اي حاجه ايه فيها سوائل كتير. وممكن كمان ناخد الزويره بتاعتنا بقى. خلاص عملت لنا الشوربه الدسمه الجميله الحلوه دي. خلاص هنطلعها بقى من الشوربه ونحطها كمان مع الجنيحه بتاعتنا، ونستغل ان احنا ايه ندخل كله في بعضه، وتشرب هي كمان من الصوص الحلو ده. ونعمل صينية بقى ايه حلوة كده ملهاش حل. هنرص بقى بعد ما تبلناها كده في الصوص بتاعها الجميل الرائع، الخلطة الفظيعة الجبارة دي. هنرصها بقى كده في الصينية، وهنحطها فوق البوتاجاز من فوق. هنسويها على عين البوتاجاز من فوق علشان ما تنشفش معايا في الفرن قوي. انا عايزه اسويها، هي اساسا ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق على البوتاجاز من فوق. تمام، 10 دقايق ربع ساعه يعني في التوقيت دوت. بسويها على العين البوتاجاز من فوق. بس اهم تكايه يا ولاد ما تنسوهاش ابدا، ان انتوا توطوا النار شمعه، لان زي ما انت شايفه الصينيه ما فيهاش اي سوائل، عشان ما تشعوطش منك وتتحرق وترجعي تدعي عليا. فبصوا بقى، يلا بقى ندخل ايه على الطشه بتاعه الملوخيه. يلا بقى هنجهز الملوخيه. وانا بصراحه عمري في حياتي ما ايه ما شهقت على الملوخيه ابدا، بس بتطلع بسم الله ما شاء الله جميله وزي العسل. ويا خضرك يا خضرك يا ملوخي يا خضرك يا خضرك يا ملوخي اللهم صل على النبي. شايفين؟ والله العظيم الرضا لمن يرضى، فعلا الرضا لمن يرضى. 50 جنيه ممكن تعملي سفرة زي دي وتاكلي وتتبسطي انت وولادك. بس اهم حاجة ان انت تحمدي ربنا هيزيدك من فضله. اللي معاه بياكل واللي ما معهوش بياكل. احلى حاجه ان انت بس ما تنكدوش على بعض، ولما يديكي 50 جنيه تروحي تشتكي وتقولي ده اداني 50 جنيه وتنكدي عليه. هو مش ناقص يا حبيبي، وكفايه اللي هو فيه. ما هو برضك مستحمل كتير وشايل كتير. فاحنا نداري على بعض ونداري على شمعتنا تقيد ونستر بعضينا. مودة ورحمة بين الأزواج، مودة ورحمة. ومعلش الكلام خدنا ونسينا نحسب الأكلة دي كلفتني كام. بصوا يا ولاد بالورقة والقلم كده، اللي هي كيلو اللي هياكل ب35، وب5 جنيه حزمتين ملوخية ادي 40، ونص كيلو رز ب10 ادي 50. وانا بصراحة كان عندي الشعرية وكان عندي البتنجان والفلفل.
وكلنا واتبسطنا والحمد لله. واهم حاجة يا ولاد السكن والسكينة والمودة والرحمة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ونال استحسانكم.